في مجال تربية الطيور إخواني الكرام، أنا أنصح بأمر مهم، ألا وهو أن يجب على كل مربي أن تكون له تجربة شخصية، يعني أن يقوم بالتجربة بنفسه لكي يضمن حصوله على المعلومة الصحيحة 100% ناتجة عن تجربة حقيقية قام بها هو بنفسه. فلا داعي للتقليد الأعمى إخواني الكرام. إن أردت أن تحافظ على طيورك، أو إن أردت أن تبني مدرسة خاصة بك، بالأحرى هكذا يجب أن نقول، أن تبني مدرسة خاصة بك تتعلم أبجديات الهواية من الصفر، تقوم بالتجربة بنفسك، تقوم بالاستنتاج، تقوم بتدوين المعلومة، تقوم باستخدام هذه المعلومة لكي تفهم ما يجري، ولكي تفهم الطائر وتفهم أساسيات الطيور وتفهم أساسيات الهواية، وتكون لك مسيرة موفقة بإذن الله. إخواني الكرام، إذا أردنا أن نعد نظاما غذائي خاص بالطيور، ونتحدث هنا عن فصيلة الشحروريات التي تدخل في خانتها الحسون والكناري. إذا أردنا أن نقوم بإعداد نظام غذائي، يجب علينا أولا مراقبة هذه الطيور في وسطها الطبيعي. على ماذا تقتات هذه الطيور في وسطها الطبيعي؟ ونقوم بتدوين هذه المعطيات. مثلا نحن نرى طائر الحسون في وسطه الطبيعي يقتات على بذور الشوك، فهو يحب بذور الشوك. أينما تواجدت النباتات الشوكية يتواجد هذا الطائر. كذلك نراه يعشق مثلا الصنوبر، أشجار الصنوبر. نرى الطائر يعشق بعض الورقيات مثل التفاف ومثل نبات القريص، يتواجد بكثرة في الأماكن التي تنمو فيها هذه الورقيات. كذلك في بعض الحقول الزراعية نراه يقتات على دوار الشمس. نرى هذا الطائر يقتات على بعض الأعشاب التي يقوم الناس بزراعتها عفوا. نرى هذا الطائر على ماذا يقتات وعلى ماذا يبحث في الطبيعة، وما أنواع الطعام الذي هو يتواجد عندها بكثرة. عندما نقوم بتدوين هذه المعلومة نفهم هذا الطائر ونفهم ماذا يحب في الطبيعة. لكن إخواني الكرام، لا يجب علينا أن نغفل على أمر مهم جدا، وهو أن الطائر في الطبيعة ليس هو الطائر في القفص. أي أن النظام الغذائي، وإن كنا نحاول تقريبه من النظام الغذائي للطائر في وسطه الطبيعي، إلا أننا يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الطائر في القفص تقل حركته، لا تتوفر له مساحة كافية لحرق الدهون يعني لإخراج تلك الطاقة التي يستمدها من هذا الغذاء. لذا يجب علينا أن نقوم بالتقليل من كميات الطعام، وكذلك التقليل من بعض أنواع الطعام التي توفر على كمية كبيرة من الزيوت، وتوفر على كمية كبيرة أو نسبة عالية من السعرات الحرارية. لذا يجب على المربي أن يكون ذكيا في اختيار بعض أنواع الطعام، وكذلك يجب عليه أن يكون ذكيا في تقديم بعض أنواع الطعام. إخواني الكرام، مثلا سوف نتحدث عن الطائر الحسون. إن الطائر الحسون يحب كما قلنا في الدرجة الأولى بذور الشوك، بعد بذور النباتات، كذلك يحب بعض الورقيات. نأتي إلى هذه بذور الشوك، سوف نعتبرها كغذاء رئيسي للطائر الحسون. تليها الورقيات، نقدم له التفاف، نقدم له بذور الحريق، نبات الحريق. تأتي بعدها بعض الخضر والفواكه الموسمية مثل فاكهة التين، والتي هي مفيدة جدا للحسون ويحبها بكثرة. نرى الطائر الحسون يتواجد في أشجار التين، وكذلك بعض الفواكه مثلا مثل التفاح، مثل فاكهة التوت البري طبعا يحبه ويعشقه الحسون. هذه الفواكه تمده بالفيتامينات والمعادن الأساسية لنمو هذا الطائر. كذلك نقوم بتقديم دود القبابي إن توفر. إن أمكن لنا أن نقدم دود القبابي للطائر الحسون فيكون أفضل شيء نقدمه لهذا الطائر، لكي يمده بالبروتين. كما تعلم أن البروتين
مهم جدا لنمو الطائر، لبنية جسدية قوية، وكذلك في موسم التزاوج هو يعطي طاقة كثيرة أو طاقة كبيرة لهذا الطائر ليستطيع أن يتم مرحلة التزاوج على أكمل وجه. وكذلك دود القبابي جيد لإطعام الفراخ، فإن كنا نطعم طيورنا دود القبابي فهذه الطيور تقوم بإطعامها لفراخها، ونضمن سلامة الفراخ والصحة الجيدة للفراخ والنمو الجيد للفراخ. حسنا، إلى هنا قلنا 3 عناصر: العنصر الأول الحبوب، العنصر الثاني الورقيات والخضر، العنصر الثالث الدود الحشرات. إن لم نستطع تقديم مثلا الحشرات، فسوف نعتمد إخواني الكرام على البيض كمصدر أساسي للبروتين نمده للطائر في القفص. يعني إن تعذر علينا الوصول إلى هذه النوع من الديدان ألا وهي دود القبابي، يمكننا أن نستبدلها بالبيض المسلوق. واضح؟ نقوم بسلق البيضة سلقا جيدا، يعني من ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى نضمن أن البيض سلق جيدا. نقوم ببشر هذا البيض ونقدمه للطائر، شرط أن لا يتزاوج أو لا يتجاوز هذا البيض نصف يوم. نقوم باستبدال البيض لأن البيض سريع التعفن كما تعلمون. العنصر الثاني وهو عنصر البذور. البذور إخواني كما قلت لكم أن بذور الشوك هي المفضلة للحسون، كذلك بذور نوار الشمس، كذلك لدينا بذور القنب الهندي، لدينا الشيا، كذلك لدينا النيجر، كذلك لدينا زرعات الكتان، بذور الكتان والسمسم الغني عن التعريف. كل هذه البذور يمكن لنا أن نجعل منها خلطة نمزج فيما بين هذه البذور ونقدمها مثلا يومين بالأسبوع للطائر. ويجب ألا تغفلوا على أن المواسم وتوزيع الطعام مهم جدا. يجب أن تعلم أيها المربي أن كميات الطعام التي نقدمها أو نوع الطعام الذي نقدمه للطائر في فصل الصيف ليس هو نوع الطعام الذي نقدمه للطائر في فصل الشتاء، كما أن الكمية ليس هي الكمية في فصل الشتاء ولا هي في فصل الصيف. نحن نقدم الطعام حسب احتياجات الطائر. مثلا في فصل الربيع يكون الطائر في موسم التزاوج، هو يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى طعام يعني غني بالفيتامينات، طعام غني بفيتامين أو مثلا مثل بذور السمسم. يحتاج إلى الإناث تحتاج إلى كالسيوم، أطعمة غنية بالكالسيوم، تحتاج إلى أطعمة غنية بالبروتين من أجل إعداد عنقود البيض. كذلك في موسم الفراخ تحتاج إلى طعام بكمية وافرة من أجل إطعام فراخها. أما في فصل الشتاء فإن الطائر يحتاج إلى سعرات حرارية كبيرة من أجل مقاومة البرد. هذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار إخواني. المهم، من أجل إعداد برنامج غذائي للطائر يجب علينا أن نراعي كل هذه الأمور. سوف أقول لكم مثلا نقدم البراقة أو الزوان كما ندعوه في المغرب كغذاء أساسي نظرا لسهولة توفره، وكذلك لملائمته لأمعاء الطائر، فهو غذاء مجرب سنين طويلة ونحن نعتمد عليه، كل المربين يعتمدون عليه دون أي مشاكل. يجب فقط علينا اختيار بذور نظيفة من محل ثقة ونقدمها للطائر، ولا بأس في أن ننظفها قليلا ونشمشها في الشمس من أجل قتل البكتيريا المتواجدة فيها ومن أجل إزالة الرطوبة. نقدم للطائر غذاء أساسي طيلة فترة السنة. نقوم بإضافة بعض المأكولات، مثلا نضيف له في أوقات الراحة أو في الفصول العادية، يعني لا يكون الطائر في غيار الريش ولا يكون الطائر في فترة التزاوج. نقوم بتقديم ماذا تسمونه باللغة العربية أسبوع. نقوم بتقديم أسبوع من البذور الممزوجة فيما بينها، مثلا النيجر والشيا وبذور الكتان
وبذور القنب وبذور الشوك، نقدمها للطائر مرتين في الأسبوع. كما نقوم بتقديم بعض الورقيات مثل الخس أو الجرجير أو التفاف إن أمكننا، أو نبات القريص نقوم بتقديمها في فصل الشتاء مرة إلى مرتين، لا نكثر منها في فصل الشتاء، بينما في فصل الصيف يمكنها أن نقدمها 3 إلى 4 مرات، فلا توجد أي مشكلة، بالعكس تكون جيدة لترطيب الطائر. كما يمكن لنا تقديم التفاف في فترة التزاوج، والقريص كذلك في فترة التجاوز يوما بيوم، لأنه تمد الطائر بالفيتامينات وتهيج الطائر، فهي تعتبر مهيجة للطائر. وكذلك يمكن أن نقدم بعض الفواكه مثل التفاح والتوت البري والتين والتمر، كذلك يمكن أن نقدمها مرة في الأسبوع. أما في فترة التزاوج كما أقول لكم وفي فترة الفراغ يمكن أن نقدمها مرتين بالأسبوع إلى 3 مرات. البيض المسلوق كذلك يمكن أن نقدمه في الأوقات العادية مرة في الأسبوع. في غيار الريش حيث يحتاج الطائر إلى طاقة كبيرة يمكن أن نقدمه مرتين في الأسبوع. كما يمكن أن نزود نسبة البذور مرتين بالأسبوع إلى 3 مرات بالأسبوع، حيث أن الطائر يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى سعرات حرارية كثيرة من أجل إنبات الريش. كما يمكن أن نقدم البيض المسلوق في فترة التجاوز وفي فترة الفراغ مرتين إلى 3 مرات من أجل إطعام الفراخ ومدهم بالبروتينات من أجل نمو سليم. إخواني الكرام، هذا هو النظام الغذائي التي يمكن أن تعتمد عليه من أجل مسيرة موفقة ومن أجل موسم تزاوج ناجح. اعتمد على هذه العناصر، اعتمد على البذور والورقيات والفواكه والخضر، وكذلك البيض المسلوق أو دود القبابي لإمداد الطائر بالبروتين. ولا تنسوا إخواني أن تقدموا عظم الحبار لمد الطائر بالكالسيوم، وكذلك الرمل من أجل الأمعاء الطائر من أجل الهضم. الرمل يساعد على الهضم، يساعد الطائر على الهضم، كما يمده بالكالسيوم نظرا للمحار المتواجد فيه. كذلك يمكن إخواني الكرام تقديم بعض الأعشاب مثل إكليل الجبل والزعتر، فهي تساعد على تعقيم الأمعاء وطرد الفيروسات. كما يمكن إخواني الكرام تقديم عصير الليمون، 3 قطرات من عصير الليمون في المشربية مع فص ثوم، هذه جيدة للأمعاء، كما أنها جيدة للوقاية من بعض الأمراض، خاصة الأمراض الفيروسية كما تعلمون. إلى هنا إخواني الكرام نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وإلى اللقاء.